وعهد الله أنا كرهت كرة القدم، وهنقل شغفي وحبي إلى مسابقة صراع الجمال على العشب الصحراوي. الأهلي يفوز بالمركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية بعد خسارته امبارح من فلامينجو. النادي الأهلي امبارح كان يقدر يخلص الماتش 3-4 ليه على فكرة، بس بسبب الأخطاء الفردية اللي احنا شفناها امبارح، بسبب غلطات محمد الشناوي وشريف المخيف. هو شريف المخيف ده مش بيفوق غير على الزمالك بس، يعني هو في الرخصه بتاعت لعب الكوره فاهمني مكتوب فيه شريف المخيف الزمالك ولا ايه؟ انا مش فاهم. امبارح جات له هجمه كان المفروض يخلصها، مع ان مهاجم الهلال امبارح موسى مهاجم نفس الكوره. سبحان الله، الواد ده مش طبيعي يا جدعان، الواد ده متهجن مع سلاحف النينجا مثلا، انا مش فاهمه. وشفنا امبارح طبعا تحركات ومراوغه واداء كويس جدا من احمد عبد القادر اللي هو كان نجم المباراه امبارح من وجهه نظري مع خالد عبد الفتاح، برغم الخطا امبارح والطرد بس هو كان كويس جدا. وطبعا طبعا امبارح كان في غلطات في الدفاع بتاع الاهلي تسببت في كذا هدف لنادي فلامينجو. فهارد لك للنادي الاهلي، وان شاء الله حظا سعيدا يعني في البطولات القادمه. امبارح يا باشا انا كنت قاعد كده، قاعد بشرب كوبايه القهوه بتاعتي وعمال بقى اصفي ذهني كده واشوف الدنيا رايحه فين وجايه منين وايه اللي بيعمله الزمالك. فجالي خبر كده، جالي نوتيفيكيشن. عارف النوتيفيكيشن؟ لقيت ايه الخبر؟ رئيس نادي الزمالك طلع امبارح بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ان كابتن اسامه نبيه بلغه ان هو هيمشي. بعديها بشويه قال لك ايه؟ اسامه نبيه جاله اشتباه في سبحه صدريه وتعبان جدا وهو خلاص هيمشي. النهارده بقى كابتن اسامه نبيه طلع قال له لا يا باشا، ايه ده؟ في ايه؟ الكلام ده يا باشا كل الاخبار دي كذب يا باشا، وانا في مران الفريق حاليا بشكل طبيعي. انت متخيل؟ تخيل عندك يبقى رئيس النادي بيطلع اشاعات عن الفرقه وبيهدم استقرار الفرقه، ويطلع لك المدرب بتاع نادي الزمالك يقول لك ان رئيس النادي كذاب وانا حاليا بدرب الفرقه عادي بشكل طبيعي. انت متخيل كميه الجهل في الاداره الفنيه بتاعت نادي الزمالك؟ انت متخيل يعني ايه رئيس نادي يطلع يقول كده؟ احنا لنا الله، لنا الله بجد. اللي بيحصل فينا ده ضحك. ده بقى اسمه الضحك المجانا، فاهم؟ في كده احنا عندنا في الاداره الفنيه بيدوا ضحك كورسات مجانيه. انت متخيل؟ وقال لك كمان امبارح امير مرتضى منصور قافش وزعلان جدا ومش عايز يكمل وطلع الدور السابع عنده، وانا طبعا مش هطلع، مش هينفع اطلع له الدور السابع وتحايل عليه اللي هو يرجع تاني لنادي الزمالك. لا والنبي ما تطلع يا اخي، يا رب الاسانسير يعطر. يا ميرو خليك قافش يا ميرو، ابوس ايدك ما ترجعش تاني يا ميرو. يا ميرو ده انت يا راجل عملت لنا شويه صفقات زي الزفت. يعني انا هحاول امسك اعصابي وهمسك لساني وهمسك ايديا وهمسك الموبايل وهقفله وهدخل انام عشان تبقوا عارفين يعني. نادي الزمالك عنده مباراة قوية جدا بكرة مع نادي سموحة. تعالوا كده نشوف لمحة للماتش. نادي الزمالك بيدخل المباراة برصيد 29 نقطة، في المركز الكام يا باشا؟ في المركز السادس. ونادي سموحة بيدخل اللقاء في المركز ال11 ب20 نقطة. انا والله العظيم جالي نقطة. بكرة الزمالك ما عندوش اي حلول تانية غير الفوز. الفوز فقط لا غير، ولا تعادل ولا خسارة. اصل خلاص احنا تعبنا. ما انت مش هينفع مع اوبشن الخسارة والتعادل ده خلاص ما بقاش موجود يا باشا. يعني لو انت هتنافس على المركز التاني خلاص بقى انسى الاول بقى. ننسى الاول بقى، الا بقى لو الاهلي ايه قرر يا باشا المؤجلات بتاعته يكسرها زي الموسم اللي فات ده، لو بقى. بس الاهلي مش هيسيب لك الفرصه دي خلاص. كل سنه وانت طيب يا باشا. كان في ايدك التورتايه وانت قلت له لا والله ماليش في الحلو. نعم معلش الحلويات بتتعبني. طيب نادي سموحه رجع له تاني ومديره الفني احمد سامي اللي الموسم اللي فات كان عامل معاه شغل عالي جدا جدا. وللاسف احمد سامي لما راح سيراميكا الفرقه ضاعت ومع عمل نتائج سلبيه كتير جدا، فقرر اللي هو يرجع تاني لنادي سموحه. واخطر اللعيبه في نادي سموحه هو حسام حسن مهاجم الاهلي السابق المعير لنادي سموحه، وحسين فيصل اللي كان عندنا واحنا سبناه كده
ده من ابرز اللعيبه في نادي سموحه، وعندهم تاني لعيب اسمه شريف رضا. الماتش اللي فات لنادي سموحه كان بقياده احمد سامي وتعادل مع المصري 1-1. نادي الزمالك بيدخل الماتش وعنده 3 غيابات، وهما الزناري وفتوح وعمر جابر، واحتمال كبير ان محمد عواد ما يبداش الماتش لان هو كان لسه بيعاني من اصابه الماتش اللي فات مع شباب بلوزداد اللي احنا خسرناه على ارضنا وسط جمهورنا. والنادي الترجي كان بيلعب المريخ، وفي اخر الثانيه، اخر بص اللي هو ثانيه خلاص الحكم بيطلع الصفاره وهينفخ جابوا جول، تمام، عشان يبقى نادي الترجي ونادي شباب بلوزداد كل واحد فيهم 3 نقط. واحنا فين؟ احنا على الله حكايتنا يا باشا، بلا كوره بقى بلا بتاع بقى، تعالوا نتفرج على سبيس تون بقى. تشكيل الزمالك المتوقع: عواد لو كان سليم 100%، وانا شايف ان محمد صبحي هيبدا اللقاء ده وهيلعب بعبد الشافي لان فتوح مصاب، وهيلعب بعبد المجيد، وهيلعب بعبد الغني والمسلوسي لان هو عاد للقايمه دي بعد فتره غياب بسبب الاصابه. هيلعب ب3 في خط النص، دونجا والسيسي ونيمار. هيلعب 3 في خط الهجوم، اتمنى ان هو يبدا بنضاي بدل مصطفى شلبي ونديله فرصه يا جماعه. الراجل ده يعني انت جايب راجل بيقبض بالدولار مش هتلعبه؟ ما احنا عارفين اللي هو على الله حكايته، بس يا عم ممكن يطلع منه حاجه حلوه، ابدا بيه يا باشا، ما احنا كده كده خربانه خربانه. وهيلعب بالجزيري قدام، مع ان انا شايف ان الجزيري لازم يريح شويه ونبدا بسامسون نشوفه برضو ايه الدنيا، ويلعب بزيزو ان الفتره اللي فاتت زيزو مستواه في النازل. السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها كان زيزو لما بيبقى عنده ماتش كده الكيرف بتاعه عالي او الكيرف بتاعه واطي بيقدر يعود تاني للماتش، من تاني ماتش على طول يرجع تاني لمستواه. انما السنه ده يا باشا بنشوفه كل الماتشات هو وحشه، اعتقد بسبب ان هو لعب فترات كبيره جدا من غير ما ياخد راحه. واتمنى ان زيزو يرجع لمستواه لان هو يعتبر نص قوه الفرقه عند زيزو. توقعاتي لماتش الزمالك وسموحه: اتمنى من الله وادعو كثيرا بان الزمالك بكره يفرحنا ويكسب 3-4-5، نشوف غرارة كده تهديفية عشان احنا تعبنا، ما احنا مش حمل خسارة ولا تعادل. لازم اللعيبة بتاعت نادي الزمالك دي تنزل بكرة تسترجل لانها مش شايلة حمل الجماهير اللي كل ماتش بتروح وراها وبتلف معاها في اي مكان في وسط البرد اللي احنا بنشوفه اليومين دولت، وبتدفع فلوس تذكرة عشان تحضر الماتش وهم حتى مش في دماغهم. اتمنى يكون عندهم بكرة شوية دم، شوية دم، شوية رجولة، شوية جدعنة، شوية نيلة. يا رب لو الحلقة عجبتكم تعملوا لايك شير كومنتات، تقولوا لي في الكومنتات توقعاتكم لماتش الزمالك وسموحة بكرة، واحلى مسا عليكم. خليها لي بقى كل حاجة لي.